وأختم هذا المجلس بقصة حصلت في أحد البلاد اليمنية، في بلاد الصبيحة، في مديرية المضارب ورأس العارة، في قرية يقال لها العفاق من وادي عبل. سمعنا هذه القصة من أخينا وشيخنا أبي عبد الرحمن بسام الحبيشي الغراسي القائم على دار القرآن والحديث بالمدي. ثم بعد أن ذهبنا تلكم القرية مرارا دعوة إلى الله وجدنا صاحب القصة ورأيناه بأعيننا، رجل أبناؤه على السنة وهو كبير في العمر، عنده مزرعة ومسجد ودار، من مزرعته إلى داره إلى مسجده، له سنوات، وقد اعتاد إذا غربت شمس الخميس ليلة الجمعة يصلي الصلاة الإبراهيمية إلى غروب شمس الجمعة، يكثر من ذلك أكثر من 2000 مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، الصلاة المعروفة. يوم من الأيام وهو على هذا أكثر من 20 سنة نزل إلى عدن لشراء بعض حاجاته، فإذا بشاحنة كبيرة تلتطم به، وإذا بقدمه تتلف بسبب هذا الحادث من ركبته إلى ساقه، حصل تلف في العظام، فنقل إلى المستشفى الكوبي في مديرية المنصورة في عدن. حاول الأطباء التدخل الجراحي بعمل أسياخ حديد فلم يتمكنوا، فقالوا قدمك بحاجة إلى بتر من الركبة، فوقع على العملية قبيل الظهر، فقرروا فعل العملية بعد صلاة العصر. قال فصليت الظهر على سريري ونمت من أجل أن تعمل له العملية بعد العصر. قال فبينما أنا نائم إذا بي أرى إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال أما إبراهيم فجلس عند رأسي، وأما إسماعيل فجلس عند حقوي، وأما محمد صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي باتجاه قدمي من جهة قدمي، ومعه إناء مثل الطست فيه ماء يغلي وفيه بيرنجات، هذه البيرنجات حق الدراجات والسيارات. قال فوضع الإناء تحت قدمي المصابة قليلا ثم قال لي قم فقد شفيت، وذلك لأنك تصلي علي وعلى إبراهيم وعلى إسماعيل كل ليلة جمعة أكثر من 2000 مرة. قال وأنا في المنام أقول رؤيا. قال فلما استيقظت فإذا بقدمي كأن لم يكن بها شيء، فقام يمشي. هذه حقيقة رأيناها، ما هي من الخيال أو من الخرافات، والله وتالله وبالله أنها وقعت. سبحان الله. انظروا إلى العمل بشرع الله عز وجل والاستمرار عليه. قال بعد أيام رأيت في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من السماء على سرير، فنظر إلي وتبسم فقبلته ثم صعد به إلى السماء. ولهذا نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعمر حين ذكر له المحبة قال أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون من نفسه. قال حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. فنسأل من الله عز وجل أن يصلحنا وأزواجنا وأولادنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.